لقاءنا بسماحة مفتي كنا نتحاور على التطورات الأخيرة، وطبعا اللي حسب موضوع الكلام اللي أعلنه سمعته عند الرفاق لما استلم هي كيف عم تتحضر الأمور مشان الانتخابات. كلنا بنعرف أن المشكلة الانتقالية اللي مرقنا فيها هي الوصول لانتخاب مجلس شرعي مرورا بالانتخابات المجالس الموجودة بالمناطق واللي موجودة على المؤسسات التابعة. أكدنا سمعته أن العمل عم ينشغل فعليا بتحضير لوائح شط على أساس أنه يصفي في عنا انتخابات السنة القادمة، اللي هو بعتقد خطة معقولة لأنه كلنا بنعرف مع انتخاب نظم جديد المفروض يكون تحضير مشان المجالس اللي بتواكب التغيير المطلوب فيها. كمان حكينا على عملية برنامج سمعته لأنه ببرمتي اللي كنت بمنطقة الخليج كلها الكل عم يرافق وعم يتمنى وصاروا أكيدين إنه سماحة المفتي رح يكون نقطة تواصل بالنسبة للمسلمين. والشيء الملفت كلنا عم نشوف إنه كل ما بيكون في مؤتمرات عالمية عم يصر سماحته إنه يكون كل الطوائف الموجودة بلبنان مشاركة في هذا الموضوع، لأنه بيعتبر سماحته إنه دار الفتوى يجب أن تكون الجسم الجامع لكل اللبنانيين الموجودين بالبلد. النقطة الثالثة كمان حكينا إنه على برنامج زياراته، لأنه الكل عم يتساءلوا إمتى حابب سماحته يجي يعمل زيارات، لأن البلاد العربية خاصة المسلمين حابين يعرفوا شو التوجه اللي هو المرحلة القادمة يلي بعتقد علامة سماحته كان واضح فيها، والكل عم يتمنوا إنه يصير فيها زيارات موجودة حتى بالآخر تبلش العلاقة، لأنه كنا عم نتمنى على كل الدول العربية إنه العلاقة تكون مباشرة مع دار الفتوى مش بواسطة وسطاء مثل ما كان بالماضي، لأنه نعتبر إنه دار الفتوى يجب أن تكون الدار الجامعة للكل، ما تكون طرف باللعبة السياسية اللي تعودنا عليها.